ناس كتير متصورة إنها لما تحمل تطبيق ماي فوري هتوفر في الفلوس. لو مهتم بالجديد المفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق فوري محمله 5 مليون مستخدم، حجمه 112 ميجا، تقييماته 4.5. ماي فوري تطبيق كان مصري وبعد كده الإمارات اشترته عشان يبقى عندها كمية الداتا والبيانات بتاع كل العملاء في مصر. عندها يعني الكهرباء بتاعتك باسمك، الغاز، رقم الحساب بتاع الغاز بتاعك، المية، كل بيانات العملاء في مصر موجودة، والداتا بتاعتهم موجودة على ماي فوري. طبعا ماي فوري بتاخد خدمة عملاء. ممكن تيجي تعمل عملية مرة واتنين وتلاتة، العملية لم تنجح، يتم إرجاع الفلوس، لكن فلوس الخدمة مترجعلكش. ناس تانية بتعاني من مشكلة عدم فتح التطبيق، تحاول تفتح مرة واتنين وتلاتة تطبيق. التطبيق حله بمنتهى البساطة إن أنت تحمل VPN، تشغل ال VPN مثلا على أمريكا بريطانيا، وبعد كده تفتح التطبيق، هيفتح معاك بمنتهى السهولة. بعد كده عايز تحذف ال VPN أو تخليه موجود على تليفونك، مش مشكلة. المهم إنه بيسحب IP مختلف عن ال IP المصري بحسابك انت، وبعد كده بيفتح معاك بمنتهى السهولة. طبعا مشكلة ان انت تدفع فاتورة على فوري وبعد كده الموظف بتاع الكهرباء يجي يقولك الفاتورة ما اتدفعتش ما اتسجلتش، فانت تتصل بخدمة العملاء وتضيع وقت كبير جدا، ويقولك هنرد لحضرتك الفلوس في حسابك على ماي فوري، بياخد له شهر وشهرين. بس عشان ترجع فلوسك وما تضيعش عليك فلوسك وفلوسك ترجع لك بمصاريف الخدمة اللي هم خدوها، هتتصل بالمرفق القومي ل... لا معلش، جهاز حماية المستهلك. هتتصل بجهاز حماية المستهلك وهتصور الفاتورة اللي انت دفعتها في ماي فوري، سواء على الموبايل بتاعك او دفعتها في محل من محلات السوبر ماركت. وطبعا انا بعني هنا ان انت توفر، عشان في سوبر ماركت بتحاسبك على اللي موجود في الكارت بس، لكن في كتير بياخدوا فلوس فوق المصاريف اللي بياخدوها وفوق الفلوس اللي بياخدوها، فديت انا مش بنصح بيها خالص، لان كده فعلا مش هتوفر اي حاجة، بيستغلوك وبياخدوا فلوسك. بس ماي فوري بتاخد منك مصاريف خدمة، وللأسف الشديد لما العملية ما بتنجحش ما بترجعلكش مصاريف الخدمة. المفروض الخدمة تدفع مقابل نجاح العملية، مش تدفع سواء العملية نجحت أو العملية ما نجحتش. زي مثلا إيه، أنا عملت عملية، دكتور عمل عملية لزوجة فالأم والجنين ماتوا، بس أنا هاخد فلوس. طب أنت لا أنقذت الأم ولا أنقذت الجنين، ولا تاخد فلوس على إيه؟ أنت عملت إيه؟ عملت يعني بتاخد فلوس على فشلك. فطبعا نصيحة مني، لو انت بتستخدم ماي فوري وبتدفع فواتير كتيرة في ماي فوري، فالتحديث الأخير كان زي الزفت، وفي مشكلة كتير كبيرة في الفتح، وفي مشكلة في الشحن عن طريق الكارت يعني في مشاكل كتيرة في ماي فوري. وطبعا خدمة العملاء ممكن تنتظر بالساعة والساعتين على خدمة العملاء عشان حد يرد عليك. الأضمن والأصلح ليك إن انت تتصل بالمرفق الجهاز حماية المستهلك، وتقول له ان انا عندي مشكله مع ماي فوري وحاولت ان انا اتواصل معاهم ما نفعش، ومعايا الفاتوره ومعايا ايصال دفع سواء على الموبايل، رقم حساب، اي حاجه بيوصلك بيهم، وتقدر تسترد حقك. طبعا بياخد له من 10 ل15 يوم، بس بيتم رد عليك ويتصلوا بيك هما بنفسهم، يقول لك بعد اذنك يا فندم احنا كده حلينا مشكله حضرتك، يا ريت لو كلموك جهاز حمايه المستهلك تبلغهم ان احنا حلينا مشكله حضرتك. فطبعا دي عيوب ومشاكل ماي فوري. لو انت متقبل العيوب وعندك مشكلة في فتح التطبيق او عندك مشكلة في استرجاع فلوسك بالكامل، لو دفعت او عملت اي عملية دفع لأي فاتورة، فانت تقدر تستردها بالكامل عن طريق جهاز حماية المستهلك، وتقدر تفتح التطبيق لو قفل معاك ومش عايز يفتح على حسابك، تقدر تفتحه عن طريق ال VPN. لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك تطبيق هتسيبهولك في الديسكريبشن لو حبيت تحمل التطبيق. وفي نفس الوقت لو انت عندك تجربة سواء مميزة او سيئة مع ماي فوري، فاحنا بنكتب بنتكلم عن الحلو وبنتكلم عن الوحش. هتسيب لنا تحت الفيديو تعليق تتكلم فيه عن تجربتك، وانا هثبت لك التعليق عشان الكل يستفيد. شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد المفيد في عالم التطبيقات.